السلام عليكم، ازيكم؟ ما انا لما انزل الوصفه وخلال ساعات قليله جدا الاقي المشاهدات عندي 3 اضعاف عكس المعتاد لقناه صغيره. المشاهدات كانت ضعيفه جدا، وفيديو بسيط زي ده يغير لي مسار القناه تماما. قلت ان هو يستحق يتسجل له فويس اوفر، وتعالوا نشوف ايه اللي انا بعمله ده. دلوقتي انا بحضر خميره منزليه حلوة جدا في أي معجنات هتستخدميها، وخصوصا المخبوزات، يعني زي أنواع العيش وزي بيتزا وقرص وكل المعجنات اللي بتحتاج خميرة وتخمير. فوائدها ايه؟ ان هي بتديكي عجينة ملمس أقوى وأفضل، تخمير مظبوط، مسام في العجينة متساوية من غير فقاعات وببلز كتيرة، وكمان سهلة في الهضم، غنية بالبروبيوتيك، وده بتكون مريحة اكتر للقولون. كمان ما بتعملي بيها المعجنات بيكونش طعم الخميرة ظاهر قوي، يعني العجين واخد التخمير بتاعه المظبوط من غير ما يكون طعم الخميرة باين فيه. كمان الطريقة دي مش اختراع، الطريقة دي موجودة في العجين الفلاحي من قديم الأزل. الطريقة دي لتحضير يوم، وهقولك لو تحضير وقت أطول. هي بتكون مقدار المية نص مقدار الدقيق، يعني كوباية كبيرة من الدقيق يبقى نص كوباية من المية، عليها ذرة من الخميرة وذرة من السكر، يعني مقدار 2 جرام خميرة ل5 جرام، مش اكتر من كده، ومعلقة صغيرة من السكر. هتقلبيهم مع بعض هيصبحوا عجينة كده. تعجنيهم كويس، مش هتزودي مقدار مية، هتستكفي بالمقدار ده بس لحد لما العجينة تتلم معاكي. تسيبيها في مكان دافي لمدة 24 ساعة. هي متحتاجش عجن، هي بس مجرد بنخلي يعني دي يختفي من العجينة، تتحول معايا كلها العجينة كده. بتتساب في مكان دافي لمدة 24 ساعة، طبعا متغطية بستريتش راب او بغطاء ازاز تاني، وهي كمان متغطية بفوطة مطبخ وتنشط فيها البكتيريا النافعة اللي تساعد على تخمير العجينة. بعد 24 ساعة بتكون دي النتيجة. ينفع تاخدي منها بعد 3 ساعات بس من التخمير. تقعد معاكي في التلاجة 3 أيام، وفي الفريزر 3 شهور، تكون جاهزة على الاستخدام مباشرة. ممكن اصلا ما تحطيش ولا ذرة خميرة، بس هتفضل برا التلاجة 3 أيام على ما تتخمر، برضو في بيئة مناسبة دافية علشان تنشط فيها البكتيريا. تعملي بيها زي ما انت شايفة كده احلى معجنات، وهتشوفي نتيجة البيتزاية بالسمك والارتفاع، وما شاء الله ممتازة. تخمير مظبوط وطعمه مظبوط، طعم الخميرة مش باين فيها، وكمان بتدخلي زي ما بتطلعيها بالسمك والتوريقة اللي انت شايفاها دي. عجينة رقيقة ومظبوطة وملساء وناعمة، وبتحافظ على عرق العجين كمان. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومة. دمتم في رعاية الله وامنه. ما تنسوش تزوروني على القناة هناك في اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.